السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ شايفين الكيكة الجميلة الهايلة التحفة دي من غير بيض ومن غير شوكولاتة؟ هنعملها في البيت، مقادير سهلة جدا بإذن الله، هتعجبك وتعجب أولادك جدا 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 إن شاء الله. لو الكيكة عجبتكم والمقادير كانت سهلة بالنسبة لكم، تتابعوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. متنسوش تعليق حلو منكم، ويلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. بكوباية مية، لو عندك كوباية لبن يبقى تمام، لو ما عندكيش تحطي كوباية مية، وبنفس الكوباية هتحطي كوباية سكر، او لو عايزة تقللي تخليها كوباية الا ربع سكر براحتك خالص. هتدوبي كويس المية في السكر اللي هي الكوباية او الكوباية الا ربع سكر براحتك خالص، حسب الرغبة، حسب ما بتحبي الكيك بتاعك، لحد السكر ما يدوب في في المية. وهننزل بكوباية الا ربع زيت. مقادير سهلة خالص اهي. ما عندكيش زيت ممكن سمنة، السمنة حابة تحطي النص براحتك خالص، حابة تحطي كوباية الا ربع برضو براحتك خالص. تمام كده. ننزل بكوباية وربع دقيق، وعليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر. ادي الكوباية وادي الربع، وكمان معلقة البيكنج باودر الكبيرة خالص، علشان هنا الكيكة دي ما فيهاش طبعا بيض ولا اي مواد رافعة غير البيكنج باودر. حطيت معلقة كبيرة كده عشان الكيكة بتاعتي تبقى ايه مرفوعة، هي مش هتبقى ايه مالية، مش هيبقى في صينية، هي هتبقى في طاسة على النار، فايه تبقى سهلة جدا. حطيت هنا معايا معلقتين كبار كاكاو خام من غير سكر، اي ماركة كاكاو انت عارفاها وبتجيبيها ممكن تحطيها. انا حطيت هنا كاكاو دريم، وهقلب بقى كل المقادير على بعضها. نسيت اقول لكم ان انا حطيت ذرة ملح، وكمان حطيت فانيليا. ولو ما حبيتيش طعم الفانيليا، عايزه تكتفي بطعم الكاكاو عادي خالص، مش هتفرق يعني. هقلب بقى خالص واخلي كل المقادير تتجانس مع بعضها. مقادير سهله جدا جدا جدا، بس كده في دقايق تتجانس معايا. اركنهم على جنب. وهجيب ايه، هنا لقيت المقدار بتاعي. كيكه تخنت شويه، فحطيت حوالي ايه ربع كوبايه ميه، عشان الميه دي حسب برضو نوع الدقيق. تمام كده خلاص، حسيتها مظبوطه. يعني انت عينيكي ميزانك تقدري تظبطي الحاجه بايدك بعينيك، يعني لقيتيها مقدار الكيك سميك شويه او تخين شويه، تزودي شويه ميه عندك او شويه لبن. تمام. جبت الطاسه ودهنتها بالزيت او بالسمنه، وهنزل بخليط الكيك بتاعي كله كده خالص، وبعد كده هنسويه على النار. سهل جدا وطريقه جميله جدا بصراحه للمستعجلين، اللي ما عندهمش فرن بوتاجاز سليم. سهل جدا وسريع ان شاء الله. شفتوا يعني البوتاجاز هاديه خالص خالص خالص، لو مش عارفه توطيها كده ممكن تحطي الشياط. تمام. حطيتها بقى كده، وهحاول اغطيها واسيبها براحتها خالص. اشوف بقى اي حاجه جنبي كده اعملها، وكل فين وفين ابص عليها. تمام كده. هي بتاخد حوالي ايه ربع ساعه. بعد 10 دقايق كده بصيت لقيتها ايه زي ما انتم شايفين كده، الحروف لونها اتغير وغمقت، ولكن في النص لسه زي ما هو. فاسيبها خالص واغطي عليها واسيبها زي ما هي لحد لما الاقي زي كده وش الكيك كله نشف معايا. بصوا كده، متلزقش ولا حاجه. كده اتاكد ان الكيكه بتاعتي ايه استوت، واشيلها من على النار. تمام كده. اخليها تبرد، واكون عامله الصوص اللي انا عملته معاكم قبل كده في القناه ونزلته، وهنزل بيه على الكيك. هنزل بقى بالصوص بتاعي الجميل اللذيذ دوت. انا نزلت لكم على القناه قبل الكيكه. طريقته جميله جدا واقتصادي جدا، من غير طبعا شوكولاته ومن غير اي حاجه. وكمان احط شويه فرماسيل كده افرح الاولاد بيهم. ما عندكيش حطي جوز هند، انا عندي صراحه مش بيحبوا الجوز الهند، فحبيت احط ايه الشوكولاته الفرماسيل. ممكن تحطي انتي لو شوكولاته عندك تبشريها، ممكن تحطي اي فاكهه على الوش براحتك خالص، ده ليكي الحريه. انا بوريكي ان باقل حاجه ممكن تعملي قطعه كيكه حلوه ظريفه كده ولطيفه لاولادك. وبعد كده احطها في التلاجة. هما طبعا ما صبروش الحمد لله، فحبيت اوريها لكم قبل ايه ما ينقضوا عليها. وبصوا بقى هقطع كده واوريكم ما شاء الله قد ايه دايبه وجميله، وما شاء الله طعمها جميل جدا، ومش هتلاحظ ان ما فيهاش بيض ولا فيهاش اي حاجه ناقصه. تحفه يعني بصراحه، طريه جدا وهشه جدا. الفكره كل اللي يدوقها ما يصدقش ان هي من غير بيض، ولا من غير زبده، ولا من غير لبن. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال، شايفين طريه
وتحفه ودايبه جدا. شايفين ما شاء الله. طبعا كان في عصفور جنبي بدوقها له وبيقول رايه. طلعت جميله جدا، يا رب تعجبكم وتجربوها، والمقادير تكون موجوده في كل بيت ان شاء الله، وتعملوها لاولادكم. ولو عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتشيروا الفيديو لاصحابكم عشان برضو يعملوا طريقه الكيك السهل دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايفين الجمال ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه. سلام.